بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على صفوة الخلق وحبيب الحق رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، وبعد. الأندلس الصغيرة طنجة في 5 من شهر أبريل لسنة 2026 للميلاد. عنوان محاضرتي لهذه الأمسية: وزير الفلاحة المغربي لا يريد للفقراء أن يأكلوا اللحم، فأقول وتوفيق ربي أسأله. قبل الدخول في المحاضرة دعوني ألفت نظركم إلى الجرائم البشعة التي تقترفها إسرائيل في حق الأسرى الفلسطينيين في سجونها، فقد شرعت تعدمهم بالكهرباء في تحد للحق والعدل، ولا حول ولا قوة إلا بالله. طيب، أدخل في المحاضرة. وزير الفلاحة والصيد البحري المغربي يعادي اللحوم الحمراء ويفرض على الفقراء أن يكونوا نباتيين. علق في البرلمان المغربي على غلاء اللحوم الحمراء في المغرب بقوله: قال أنه قادر على تسعير الكيلوغرام الواحد منها ب60 درهما، ولكنه إن فعل ستختفي اللحوم الحمراء من الأسواق. تعالوا إلى مناقشة هذا التصريح من الوزير. ماذا يريد بقوله؟ تسعير اللحم ب60 درهما للكيلوغرام للواحد سيجعل من أصحاب السميك ومن المتقاعدين ومن أصحاب الدخل المحدود ومن لا دخل له، يجعلهم قادرين على شراء ولو ربع كيلوغرام منه لأنفسهم ولعيالهم. وإذا حصل أن سعر اللحم بتسعيرة الوزير، فسيندفع المحرومون من اللحم إلى شرائه، وهذا يجعله نادرا في السوق أو غير موجود كما قال الوزير. يريد بقوله أن للشعب المغربي أن اللحم بالثمن الغالي في السوق ليس لأغلب الشعب، بل هو خاص له ولأمثاله ولمن يملك مالا. أما أصحاب السميك وأصحاب الدخل المحدود ومن لا دخل له فأسوتهم مهاتما غاندي لن يحصلوا عليه عند غلائه، لأن اللحم المشاهد في محلات البيع ليس معروضا لهم، وهذا يكشف عن عنصرية مقيتة وانحدار مخيف في عقلية الوزير حين عزم فتراجع عن منع التسعير. نعم، وذلك خوفا من فقدان اللحم أو من فقدان اللحوم الحمراء في السوق. ولا يعني هذا مصداقية التسعير، كلا، فأنا لا أدافع عن التسعير، فالتسعير فعل النظام الاقتصادي الرأسمالي. نعم، التسعير يفرضه النظام الاقتصادي الرأسمالي العفن، وهذا النظام بجميع أحكامه بجميع قوانينه ليس في مستوى معالجة النقص في المعروض للاستهلاك وغلائه، لأنه نظام يجعل الفرد في المجتمع كالسلعة، فإن كانت مطلوبة أقبل عليها، وإن لم تكن كذلك أهملها، خلاف النظام الاقتصادي الإسلامي. فالنظام الاقتصادي في الإسلام يجعل الإنسان هو الثروة الحقيقية، ولذلك يعتني به عناية فيها وصية الله بتكريمه وعدم حرمانه. يبحث عن نفس السلع، نعم، يبحث عن نفس السلع الناقصة في السوق أو المفقودة أو الغالية، فيستوردها ويعرضها في سوق شعبه لحماية المستهلك ولإيجاد التوازن في المجتمع ولتمكين الناس جميعا منها. يحصل ذلك بعرض الدولة المنتوج الذي جلبته بأثمنة تراعي فيها قدرات شعبها ومصلحة تجارها، فيضطر المحتكرون والجشعون إلى مسايرة ما عرضت الدولة من منتوج حتى يوافق المعروض دون الإضرار بتجارة من يملك نفس السلع المفقودة أو الغالية. انظر حضرة المشاهد المحترم. نعم،
انظر إلى الطاقة الأحفورية مثلا، فأصلها ملكية عامة، وبهذه الصفة بصفة هذه يجب منع الأفراد والشركات من استيرادها حتى لا تضع الدولة شعبها كما هو الحال بين أيد لا ترقب فيه إلا ولا ذمة. للأسف دولتنا دولة رأسمالية لا تتبنى الإسلام في النظام الاقتصادي ولا في غيره. هذا والسلام عليكم ورحمة الله.